الدولمة العراقية خلت العثمانيين يعيدون كل حساباتهم بالمطبخ. اي والله من شافوها قالوا احنا شلون كنا نطبخ. زين شنو معناها؟ عادي استعين بصديق؟ لا. أصل الدولمة أصلا انعملت بالموصل، كان أكو والي عثماني هو اسمه دولمة بقشة، حتى موجود مكانه باسطنبول. كان هو والي على الموصل، كان كل ما يجي يعملوا له هاي الأكلة يسموها على اسمه. وبعدين أكو يلا دولمة اللي هي بتركيا، هاي هي مطلعوها يلا اللي هي دولمة كذابة بدون لحم، تكون ما طيبة طبعا. هاي يلا وتنك بياخدي. شكرا حبيبي، شكرا لك على المعلومة. كل ما يجي على الموصل كان أهل الموصل يسووا لها هاي الأكلة، فصارت اسمها دولمة. فهي بالبداية بالأصل طلعت من مدينة الموصل. يعني مو بغدادية؟ لا، مصلاوية والبقية تعلموها. البصرة، عمارة، بغداد كلها طيبة. كل بيت يسوي الدولمة على طريقته وهو يقول هاي أحسن طريقة. والله أنا مسويها تخبط. كلش طيبة، أكيد كلش طيبة. كل كل بيت يسوي الدولمة كلش طيبة، وكل شخص ساكن بذاك البيت يسوي الدولمة هم كلش طيبة. بس الصراحة أطيب دولمة تمن ومرق. اللي مجربه خلي يقول لي. بعدين تعلموها من عندنا الأتراك، وقاموا يضيفوا لها فلفل وطماطة ويحشون خضروات. صعبة الكلمة تنقال والله. احنا قمنا نحشي كل شيء، الباذنجان، الطماطة، الفلفل، البصل ما حد يحشي غير بس العراقيين. ورا ما تنحشي كل هالخضروات هاي بتمن ولحم ولية وخضرة، نطبخها على نار هادية لحد ما تتيخ وتلجع من جوا. واللي يحبون الدولمة يعرفون عن شنو قصدي. الريحة تملي المنطقة كلها، بس تدخل على الشارع تعرف يا بيت هو طابخ دولمة. ويا الهضيمة ذا تلقى مو بيتكم اللي طابخها. اليالنجي هو يا اما ورق عنب او ورق لهانه، ومرات تكون بدون لحم وتنك البارده. على قولة صديقي يقول هاي دولمة كذابة اسمها. اقول لك جرب الدولمة العراقية ولا لا؟